ولكن وجدوا زياده في هرمون التستوستيرون عند الرجاله اللي كانوا بيتمرنوا بالاوزان الحره. تتمرن على الاجهزه ولا تتمرن بالاوزان الحره؟ هل الاجهزه افضل في البناء العضلي من البارات والدمبلز؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما نبدا يا ريت ان انت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتكتب لي كومنت تحت عشان تساعد القناه على الانتشار. طبعا في اختلاف في وجهات النظر ما بين التمرين بالاجهزه والتمرين على الاوزان الحره زي الدمبلز او البارات. طبعا كل جنب من الجنبين بيكون ليه وجهه نظر. يعني الناس اللي بتفضل التمرين على الاجهزه بيقولوا ان التمرين على الاجهزه بيكون نسبه الاجهاد فيه اقل، نسبه السيفتي فيه او الامان بيكون فيه اعلى، بيكون فيه ثبات على الاجهزه، فبالتبعيه بتقدر ان انت تنتج قوه اعلى، فتقدر ان انت ترفع اوزان اعلى، فتطلع عضلات اكتر. ولكن على الوجه الاخر الناس اللي بتفضل التمرين بالاوزان الحره زي الدمبلز والبارات وهكذا بيبقوا شايفين ان الاوزان الحره بتقوي من عضلات الجسم بشكل عام، لان هي بتدخل عنصر الاستابيليتي. يعني انت بتحاول ان انت تثبت نفسك بنفسك، فبتطلع عضلات اكتر لان الموضوع بيكون داخل فيه اكتر من مجموعه عضليه، فبالتبعيه التحفيز العام بيكون اعلى بكتير وبيكون افضل في التمارين الحره، عشان انت بتبدا تعلي من الفانكشناليتي بتاعت جسمك. يعني تبدا ان انت تكون وظيفي اكتر في اليوم. يعني الناس اللي بتتمرن اوزان حره بيكون الوظيفيه بتاعتهم اعلى، لان انت حرفيا بتثبت نفسك في كل التمارين تقريبا. ولكن السؤال الاهم قبل ما تقول الاجهزه احسن ولا الاوزان الحره لازم تسال نفسك سؤال: هو انت هدفك ايه اصلا؟ يعني لو انت واحد هدفه هو البناء العضلي، ففعليا الابحاث ما لقتش اي فرق في البناء العضلي ما بين الاوزان الحره او الاجهزه. لو انت هدفك هو البناء العضلي ومثبت الحجم التدريبي الاسبوعي او الويكلي ورك اوت فوليوم وبتقرب من الفشل العضلي او بتعمل بروكسيميتي تو فيلير ما بين الاثنين. ولكن هل ده معناه ان انت تتمرن كل تمارينك على الاجهزه او كل تمارينك على الاوزان الحره؟ في الواقع ان دي مش اذكى حاجه ممكن تعملها، لان الناس اللي بيعتمدوا على الاجهزه بشكل كامل في الجدول التدريبي بتاعهم بيعانوا من نقصان الوظيفيه وزياده فرصه الاصابات في الاكتيفيتيز او الحاجات اليوميه العاديه جدا. يعني احنا برضو في حياتنا احنا مش بنبقى عايشين في قوالب ثابته او في بلينز ثابته زي الجهاز بيتحرك في بلين ثابت من غير ما يتحرك. لا، احنا في حياتنا بنتحرك، بنلعب كوره، بننزل، بنطلع، انت نازل السلم اتزحلقت عايز تمسك نفسك، بتلعب مع ولادك، عايز تشيل والدتك، تشيل والدك، فانت حياتك فيها جزء كبير جدا من الوظيفه. فهل انت المفروض ان انت تتمرن كل حاجه اجهزه؟ في الواقع لا، لان في بعض الدراسات اللي قارنت ما بين الاجهزه وما بين الاوزان الحره لقوا في نفس الدراسه اللي لقوا فيها ان ما فيش اي اختلاف في المكتسبات العضليه، ولكن وجدوا زياده في هرمون التستوستيرون عند الرجاله اللي كانوا بيتمرنوا بالاوزان الحره. اذا جهاز الغدد الصماء او الاندوكراين سيستم بينشط اكتر مع التمارين اللي بتكون مالتي جوت او بيكون فيها اكتر من مفصل وداخل فيها اكتر من مجموعه عضليه. ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في التمارين الديماندنج جدا او الصعبه جدا زي السكوات او الديد ليفت او الحاجات الاوفر هيد بريس. التمارين الصعبه دي اللي بيخش فيها اكتر من مجموعه عضليه لقوا ان زياده هرمون الذكوره الناتج من التمارين الحره كان ازيد من التمارين على الاجهزه. ولكن هل ده زياده هرمون الذكوره دي ادت الى زياده في المكتسبات العضليه؟ في الحقيقه ده ما حصلش في الدراسه اللي احنا بنتكلم عليها. ولكن انا اقدر اتوقع ان انت على المدى الطويل لما تكون جزء من تمرينك مش تمرينك كله معتمد على الاوزان الحره، بتبدا ان انت الجهاز الغدد الصماء او الاندوكراين سيستم عندك بيبدا ينشط على المدى البعيد، وده ممكن يسبب زياده في الكتله العضليه على المدى البعيد. ولكن ما فيش دراسه حتى هذه اللحظه بتثبت هذا الكلام، لان ما فيش دراسه طويله المدى اتعملت على الموضوع ده. فاحنا عندنا نوعين من التمارين: التمارين الحره والتمارين اللي على الاجهزه. التمارين اللي على الاجهزه كويسه جدا لان عنصر الامان فيها كويس، فتبقى كويسه للناس المبتدئين او اللي بيكونش عندهم مهاره اداء التمرين. فلو واحد عنده اصابه، حد بيأهل من اصابه، حد لسه عامل عمليه، حد لسه مبتدئ مش عارف ان هو يؤدي الحركات الحره باداء كويس، او ما عندكش مدرب يقف معاك يوريك كل اداء للتمارين الحره عامل ازاي، فاختيارك من التمارين اللي على الاجهزه هيكون كويس جدا. لو انت واحد عندك المهاره، عندك الشخص او المدرب اللي هيقف معاك وهيوريك الاداء عامل ازاي، وبتعرف تقيم الفشل العضلي كويس، وبتحب ان انت تتحدى نفسك، وبتحب ان انت تتمرن تمارين وظيفيه كتير عشان تكتمل كرياضي كامل في الاخر، فالتمارين الحره هتكون كويسه ليك. فالريكومنديشن بتاعي او التوصيات الشخصيه ان انت تمزج ما بين الاثنين، يعني تتمرن الاجهزه وتتمرن على الاوزان الحره، لان بالرغم ان هما الاثنين بيؤدوا الى مكتسبات عضليه واحده، ولكن التمارين بالاوزان الحره
تديك ميزه زياده. يعني انت عندك نفس المكتسبات العضليه ولكن حط عليها زياده في هرمون التستوستيرون، حط عليها وظيفيه افضل، حط عليها ان انت كشخص بتكون اقوى في الحياه بشكل عام. يعني لو انت كاوتش عربيتك حصل فيه مشكله هتقدر ان انت تنزل تغيره بمنتهى السهوله، حد من صحابك وقع هتقدر ان انت تشيله بمنتهى السهوله. انما الناس اللي بيكونوا مركزين فقط بشكل قاطع على الاجهزه ومش بيتشالنج او مش بيتحدى نفسه بالتمارين بالاوزان الحره بيكون شخص ضعيف بشكل عام. عشان كده خليك ذكي في اختيارات تمارينك وتحدى نفسك في نفس الوقت، اتمرن على الاجهزه واتمرن على الاوزان الحره علشان تعمل رياضي متكامل. لو كملت معايا الفيديو لحد دلوقتي احب اشكرك، تكملتك للفيديو تساعد القناه على الانتشار، ويا ريت ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتعمل لي فولو على فيسبوك وانستجرام. ولو عندكم اي استفسارات تقدروا تتواصلوا معايا من خلال اللينك في الديسكربشن بوكس تحت. شكرا لكم يا شباب وسلام عليكم.